بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل فيديو جديد وهو تخزين الثوم، علشان هو الموسم بتاعه ده يا حبايب قلبي. نبدأ بسم الله. هنا دلوقتي عندنا اهو زي ما انتوا شايفين دي العروق بتاع الثوم. احنا النهارده مش هنرمي ولا اي حاجة من الثوم بإذن الله، وهنستفيد بكل حاجة فيه بإذن الله. بس كملوا الفيديو. اهو يا جماعة انا هنا نضفت كل التوم وعينت العروق الخضراء وعينت التوم لوحده، وهنا دلوقتي هوريكم انا هعمل ايه علشان ما اطولش الفيديو عليكم. هنا بمسك الراس بقشرها زي ما انتوا شايفين كده لحد الساق اللي هو الاخضر ده ما يبان معايا، وبعد كده بنضفه كله، وبعد كده بقص بقطع الساق عن التوم نفسه الراس. وبعد كده نيجي للساق نفتحه كده نصين زي ما انتوا شايفين، وبنطلع منه في حتة ناشفة كده، بنطلعها منه يا جماعة علشان لما نفرمه في الكبة، وهوريكم دلوقتي الحتة الناشفة دي ما تبوظش مني الكبة. وبعد كده هنبدأ في الراس نعين القشرة كلها اللي هي فيها طينة دي نتخلص منها، ونعين برضو الحتة اللي هي في النص دي زي ما انتوا شايفين كده الصورة موضحة. وبننضف الراس كلها من القشر اللي فيه طينة. اما القشر اللي هو جوه هوريكم دلوقتي هنستفاد منه برضو، مش هنرميه. انا النهاردة بقول لكم ان احنا هنستفاد من التوم كله ومش هنرمي منه اي حاجة. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده دي القشرة النظيفة اللي انا بعينها دي قدامكم، دي النظيفة، ودي هنستعملها في حاجة حلوة انتوا بتشتروها غالية من عند العطار. اهي يا جماعة زي ما انتوا شايفين. والفصوص نفسها بتتفصص كده من غير ما اقشرها ولا نغلب نفسنا، علشان هي اصلا الايام دي بتبقى طرية. فهوريكم هنعمل ايه. انا هنا هعمل كل الكمية، وده الورق اللي انا قلتلكوا عليه. هعمل كل الكمية اهو يا جماعة، انا خلصت كل الكمية، وبعد كده هنبدأ بسم الله هنفرمها هنا. وده الورق اللي انا قلتلكوا عليه ده برضو كل الكمية. هبدأ انا احطها هنا في صينية. وانا جيت اعمل الورق ده واوريهولكوا، بس لقيت طبعا الفيديو هيبقى طويل عليكم، فده هخليه في فيديو تاني بإذن الله، هينزل قريب ان شاء الله. هنا هبدأ بقى اجيب الكبة بتاعتي واحط في صوص التوم زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ احط معاه حاجات يا جماعة اللي هي تحافظ عليه من السنة للسنة، يفضل معايا ابيض وجميل وما يتأثرش خالص طول ما انا مخزناه في الفريزر. هنحط اولا دلوقتي هوريكم، هنحط الاول هنفرم دلوقتي فرمة زي ما انتوا شايفين كده. هنحط معاه معلقة ملح زي ما انتوا شايفين، وهنحط معاه معلقتين خل، وهنحط معاه حوالي 3 معالق زيت. وبعد كده هنبدأ نشغل الكبة، وكل ده يا جماعة مواد حافظة بتحافظ على التوم ان هو طول ما يقعد معايا ما يصفرش ولا يتغير لونه، ويفضل من السنة للسنة. انا بعمله كل سنة كده يا جماعة، وبإذن الله بيفضل من السنة للسنة. انا ضربته كده اهو. وطبعا هتشوفوا انتوا كل واحد على حسب انتوا عايزينه خشن ناعم. انا بحبه وسط، فانا لسه هضرب تاني وبعد كده هوريكم النعومة بتاعته عاملة ايه. جربوه يا جماعة ان شاء الله مش هتندموا، هيقعد معاكم من السنة للسنة، بدل ما كنا بنعلقه وبيفضى معانا ما بنستفش منه. فكده احسن حاجة. والموسم بتاعه ده يا جماعة خزنوه، والسعر بتاعه معقول الايام دي، لكن شوية كده هيغلى، والحقوا خزنوه بإذن الله. كده هي كده نعم يا جماعة، وانا عملت كل الكمية زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى نعبيه. اول حاجة ممكن نعبيه في اكياس تلاجة زي ما انتوا شايفين كده. انا هعبيه في حاجتين في اكياس تلاجة زي ما انتوا شايفين، وهبطط الكيس كده علشان لما اجي اخد منه اكسر حتة على قد اللي انا عايزاها وارجعه في الفريزر تاني. ما سيبوش يا جماعة يفك وبعد كده ارجعه للفريزر تاني، لا. وبعد ما اعبيه دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده ادخله الفريزر على طول، ما استناش ان هو يفضل جنبي. وفي اوبشن تاني ان هو البطرمان، ممكن بطرمان ازاز بطرمان بلاستيك الموجود عندكم، بس انا بفضل طبعا البطرمان البلاستيك احسن، علشان لو قعد عندي مدة ما يجرالوش اي حاجة. وما تكبسوش البطرمان جامد يا جماعة اهو. شايفين زي ما انتوا شايفين كده انا بعبيه
بس مش بضغط عليه واكبسه، علشان لما اجي اخد منه يبقى سهل معايا وانا باخد بالمعلقة، وما يبقاش ان هو صعب. انا هخلص كل الكمية علشان ما اطولش الفيديو عليكم، وبعد كده هتشوفوا المقدار عمل قد ايه. شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين البطرمانات قد ايه؟ من 5 كيلو توم. وهنستفاد برضو بالصاج بتاعه، والعروق اللي انا قطعتها قدامكم دي برضو هوريكم هنعمل بيها ايه بإذن الله. ادي العروق الخضراء يا جماعة اللي انا قلت لكم وريتها لكم في اول الفيديو. ده بنقصها كده بالمقص او بسكينة المتاح عندكم، ونحطه برضو في الكبة، وبعد كده بضربه. وهقولكوا هنستعمل العروق دي في ايه، وفي اللي هي العروق اللي هي كانت فيها شراشيف في الاخر دي، برضو هوريكوا استخداماتها ايه مع فيديو القشر بتاع التوم. علشان هنا الفيديو طال مني، فانا محبتش اطول عليكم علشان الناس بتوع الباقات، فقلت اعمله على فيديوهين. هنا هنضربه في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. والكبة يا جماعة لو ما مشيتش معاكم بسرعة، حطوا معلقتين مية بمعلقتين مية، وانا هنا حطيت شوية زيت برضو. لكن الكبة لو ما مشيتش واتفرم كويس، ممكن تحطوا شوية مية، وبعد كده تصفوه في الاخر خالص، تصفوه بمصفى ضيقة بيصفي كل ميته. وبرضو هنا ده هعبيه بعد الفرم كده، هعبيه في اكياس زي ما انتوا شايفين كده، وهبططه برضو بحيث ان انا لما عوزه اكسر منه حتة. وده استخداماته يا جماعة اللي بيعملوا الطعمية. زيه زي كده كأنك حطيتي التوم، فتحط حتة منه بتخليه الطعمية شكلها اخضر وجميل. والفيديو كده يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله.